أثار الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي موجة واسعة من التفاعل بعد أن وجه انتقادات قوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية العقوبات التي أصدرتها الكاف بحق الجزائر، واصفا إياها بالمثيرة للجدل وغير المفهومة، خاصة في هذا التوقيت الحساس الذي يسبق انطلاق تصفيات كأس إفريقيا 2027. دراجي أوضح أن الكاف أعلنت عن سلسلة من العقوبات الصارمة اعتبرها كثيرون قاسية وغير متوازنة، حيث طالت حارس المنتخب لوكا زيدان والمدافع رفيق بلغالي بحرمانهما من خوض مباراتين رسميتين مع الخضر ضمن التصفيات القادمة، في وقت لم تسجل فيه عقوبات مماثلة ضد منتخبات أخرى في قضايا مشابهة، وهو ما زاد من علامات الاستفهام. ولم تتوقف القرارات عند هذا الحد، إذ فرضت الهيئة القارية غرامات مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بلغت 100,000 دولار بحجة تصرفات جماهيرية تسيء إلى سمعة اللعبة في القارة الإفريقية، وهو توصيف أثار الكثير من الجدل داخل الشارع الرياضي الجزائري، انتقادات لسياسة الكيل بمكيالين. القرارات جاءت في وقت تنتظر فيه الجماهير الإفريقية عقوبات محتملة ضد منتخب السنغال بطل إفريقيا، ما فتح باب المقارنات وطرح تساؤلات حول معايير الانضباط التي تعتمدها الكاف، وهل تطبق القوانين على الجميع بنفس الصرامة أم أن هناك ازدواجية في المعايير. ويرى متابعون أن الجماهير الجزائرية عبرت عن حبها لمنتخبها بطريقة حضارية ومليئة بالحماس، معتبرين أن تصنيف تلك التصرفات على أنها مسيئة لسمعة اللعبة يبدو قاسيا وغير منصف، خاصة مع تسجيل تجاوزات أكبر في مباريات أخرى دون أن تقابل بعقوبات مشابهة. تداعيات رياضية قبل التصفيات. هذه العقوبات من المنتظر أن تؤثر على تحضيرات المنتخب الجزائري للتصفيات كأس إفريقيا 2027، في وقت يطالب فيه الجمهور الجزائري بموقف قوي من الاتحاد الجزائري للدفاع عن حقوق الخضر داخل أروقة الكاف. ويبقى السؤال الذي طرحه حفيظ دراجي حاضرا بقوة: هل ستراجع الكاف قراراتها تحت ضغط الرأي العام؟ أم أن هذه العقوبات ستفتح صفحة جديدة من التوتر بين الكرة الجزائرية والاتحاد الإفريقي؟